اليوم قررت ندير فطور جزائري تقليدي. تبعوا معايا للاخير وشوفوا كيفاش وجدته. بديت اول حاجه بالكسره، وانا لازم نديرها غير بالسميد. عجنتها وخبزتها وطيبتها على الطاجين وجات بزاف هايله. قسمت كل وحده على 8 اطراف ورحت ديريكت ندير المسمن. بديت نخبز فيه، وانا الثاني المسمن لازم نديره بالسميد برك. وكل عجائننا التقليديه نديرها غير بالسميد والماء. عجنته ولوثته وخليته يرتاح، وبعدها شكلته وطيبته كيما طيبوا المسمن ولا المحاجم. ومستحيل فطور بلا بغرير، دونك درت البغرير ورحت ديريكت غليت الحليب وخرجت القهوه وحطيت صينيه النحاس التقليديه تاعنا وبديت نوجد. حطيت المسمن مع العسل وحطيت البغرير مع الزبده. وفي الجزائر كي نقولوا الزبده نقولوا المعجون، ديما يمشيو مع بعضهم. وباينه ما ننساوش بيمو هو لا باز مع حبيبه كرواسون. حطيت سكريه النحاس مع هذوك الادوات اللي ما على باليش كيفاش نسميوهم، وزدت القهوه اللي كانت خرجت مع الحليب اللي كنت صفيته. شكون يحب الفراره تاع الحليب؟ حتى واحد. زدت فرخت